بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اذكروا الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا صباح الفل عليكم على حسب التوقيت اللي انتوا بتشوفوا في الفيديو. دي قناتي، لو اول مرة بتشوفوا القناة عندي اتمنى طبعا اشتركوا، واتمنى كمان حطوا اللايك حبايبي على الفيديو عشان ان شاء الله باذن الله يوصل لكم كل جديد ان احنا بننزل فيديوهات. بصوا بقى، احنا طبعا متابعين معانا دورة الفراخ البيضة دي. انا ظبطت لكم النهارده ان شاء الله فيديو حلو هتستفادي، فحطي لي اللايك كده وتعالي بقى نخش بقى على تفاصيل الفيديو. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله. ارجعوا كده للفيديو اللي فات، كنا طبعا جهزنا المكان وجبنا شويه كتاكيت ابيض كده مع الساسو. زي ما انتم شايفين احنا سايبين الابيض مع الساسو عادي خالص لحد ما نيجي بقى هنعزل ان شاء الله باذن الله. هنخلي الابيض لوحده علشان هندخل الدرجه الثانيه، وهنبدا نعزل الساسو لوحده. تمام. النهارده العمر ال 14 عند الفراخ البيضه. بصوا بقى، بدأنا كده نعمل لهم خلطة حلوة كده اهوت. شوية علف طبعا لسه بنأكل تركيز 23%. حطينا حبة البركة، حطينا الكركم، حطينا توم بودر، بصل بودر. تمام. وحطينا كمان ماما كده كانت منشفة عندها قشر رمان وصحناه كده، وحطينا برضو معلقة صغيرة من قشر الرمان. وهقول لكم بقى في فيديو تاني مكون كده ماما برضو بتحطه، بس هخليها بقى في فيديو تاني ان شاء الله باذن الله. عارفين اهالينا يعني البركه كده والخير والبركه، ما بتحطش علاج ولا حاجه، هي بتعتمد كده بالحاجات الطبيعيه. ربنا يديها الصحه يا رب. زي ما انتم شايفين كده بدات هي تحط شويه في العلافه. هنحط شويه هنا وهنحط كمان شويه في العلافه التانية، لان العدد كتير ما ينفعش ان احنا نحط علافه واحده. لازم نوزع كده نبدا نوزع العلف ليهم. وده البط ما شاء الله طلعنا كده العلافه كده من بره علشان يبدا ياكل اهوت. حلوه قوي على فكره البطاريه، والله العظيم في تربيه البط حلو. عايزه اقول لكم على حاجه، انا في الفيديو اللي فات قلت لكم انا الصراحه ما ربيتش البط قبل كده لحد الذبح في البطاريه، بس ان شاء الله باذن الله دوره البط ده احنا هنخليه في البطاريه مش هننزل في الارض. وهقول لكم احنا هنعمل باذن الله للبط. بدأنا اهوت نحط بقى علفتين علشان يبداوا ان هم ياكلوا. انا عايزاك اما تفتحي على فراخك الصبح تبقى جعانه كده، يعني اول ما تحطي الاكل يبدا الفرخ ياكل. كل ما الفرخ ما بياكل كده بتبصي تلاقي الفرخ الحويصله عنده بتبقى ما شاء الله مليانه اكل وبيكبر معاكي بسرعه ويبقى يومه بيومين. يعني علشان اما تيجي تعملي الخلطه الفرخ يستفاد منها. تمام. احنا بنحط اكل بالليل لان الفرخ برضو في الشتاء بيحب ياكل كتير، غير الصيف خالص. في الصيف بياكل بالصبح وبالليل وما عندوش اي مشكله. في برضو في الفراخ الساسو اللي احنا جايبينها في كام كتكوت صغير كده، وده لازم ووارد يعني اهوت. زي ما انتم شايفين بدأنا كده ننزل بالاكل. انا بحب اكل كده فراخي الاول، وبعد ما ياكل كده ويشبع نبدا بقى ننزل بالميه. برضو ماما عامله لهم كركديه كده، هبدا كده ان انا احط لهم برضو يبداوا يشربوا. اكلوا كده وما شاء الله والحويصله كده اتملت، بدات كده ان انا انزل بالميه يبداوا يشربوا في السقايه كده. ما شاء الله برضو هيخلصوها وهنملى لهم برضو سقايه تانية باذن الله. تمام. اهو زي ما انتم شايفين ما شاء الله الدنيا تمام. شلنا بقى الشكاره وشلنا كل حاجه. اعملي لك بطاريه، اعملي لك بطاريه بجد والله العظيم. عايزه اقول لكم لما كنا بنحط مش الشكاره بنحط شويه تبن، التبن ده بيوسخ الدنيا. اعملي لك بطاريه جميله جميله. وهنضف معاكم الدرج دلوقتي وهرفع معاكم البطاريه. بصوا هظبط الدنيا دلوقتي. هنا كده بوريكم ان احنا بنربه زي فراندا كده، يعني بلكونه بس كبيره شويه. تمام. حطينا بقى اهوت برضو للبط يبدا يشرب اهوت ما شاء الله عليه. اي طبعا خلطه بعملها للفراخ البيضه بنحط برضو ليها للبط. وزي ما قلت لك لو بتشربي شاي كل يوم حطي للبط، يعني شويه الشاي اللي اتبقوا منك كده في الكوبايه زوديهم ميه وحطي للبط يشرب. حلو قوي قوي معاكي. تمام. اهوت ما شاء الله عليه. البط مائي بيحب ميه كتير، بيحب ياكل ويشرب ياكل ويشرب. وطبعا فكره العلافه ان احنا طلعناها من بره دي حلوه قوي برضو كده، ان احنا بنوسع المكان. وان شاء الله باذن الله لما البط ده يشد حيله، البط ده عنده 13 يوم، اما يشد حيله كده هنبدا ان شاء الله نوزعهم في البطاريه وكده. بصوا دي الارضيات البلاستيك بقى حلوه قوي برضو. هبدا ان انا ارفع بيها البطاريه عشان انا مش حابه البطاريه تبقى على الارض. طيب ما عندكيش ارضيات بلاستيك مفيش مشكله، لو عندك بقى طوب وكده ارفعي بيه البطاريه، يعني ما تخليش البطاريه على على الارض، لان البطاريه اللي عندي مش برجول ولا حاجه. وده كده شكاره العلف بقول لكم احنا رافعينه على كرسي اهوت زي ما انتم شايفين، وبناخد منه كده اهوت. تمام. العلف البادي. وان شاء الله باذن الله هنروح بقى نشتري شكاره علف نامي
وهنخلي بقى اللي هو البادي دوت للايه، للساسو وللبط. هنا بصوا، هنا بقى هبدا ان انا ايه، هشيل البطاريه، بقول لكم هشيل البطاريه وهشيل كل حاجه فيها، وهبدا ان انا ايه انضف كده تحتيها. وبدات ان انا ايه، حطيت الارضيات زي ما انتم شايفين كده اهو. تمام، حطيت الارضيات بتاعتي، رفعت البطاريه. حلوه قوي. ليه؟ عشان لو حابه بقى مثلا امسح كده، اكب ميه، كلام من ده، من ان انا برضو ما بوظش الايه، البطاريه بتاعتي، لان هي حديد. وهبدا كده ان انا ايه، انضف كل حاجه، لان انا برضو الدرج ده انا هحتاجه ان شاء الله. اما البط بقى يبدا يكبر كده، هبدا بقى ان انا ايه، هوزع البط، وهوزع كمان الفراخ الساسو اهوت. ربنا يا رب يصلح حالنا وحالكم، اللهم امين. الطيور في البيت نعمه وخير. انت بس اهتمي بكل حاجه وظبطي كل حاجه، ان شاء الله باذن الله هتكون معاكي الفراخ زي الفل اهو. طبعا البطاريه اللي عندي دي الدور الثالث ده مش حلو خالص الصراحه، لان ارتفاع الدرج مش عالي. بس يعني ايه، هنعمل ايه بقى اهو، الدنيا ماشيه وخلاص. يعني احنا بنحاول ان احنا نمشي الدنيا، ما نوقفهاش. هنا بصوا الدرج، طبعا انا عندي بدايل درج، بتشيلي درج وبتغسلي درج. هنا بقول لكم بصوا بقى، ماما حاطه ايه، حاطه طبق كده فوق اللمبه علشان ما يسحش المشمع اللي هي حطاه كده من فوق. يعني انت لو حاطه لمبه كده زيها برضو ايه، احنا حاطينها في الجنب كده علشان برضو البط ما يخبطش فيها. فكره حلوه برضو كده، عاملاها بالعصايه كده وموقفين اللمبه. هنا بصوا لازم يكون عندك اللي هي فرشه المعجون دي، تنضفي بيها الايه، الادراج، وتكبي على طول. طبعا عندي بقى السلك اللي هو بتاع العمر الكبير ده، فرش العمر الكبير ده، هبدا اقص حته علشان افرشها في الدور التاني. نكونوا مجهزين كل حاجه، عشان ان شاء الله باذن الله على الاسبوع الجاي كده هننقل بقى الايه، الفراخ، ونشتري لمبه بقى وننقل الفراخ ونظبط الايه، الدنيا باذن الله. هبدا كده بقى اقيس عندي المكان، ومعايا مقص او سكينه. احنا الصراحه عملنا بالسكينه، كانت اسهل من المقص بكتير. بصوا بقى هنا البط، كنا فطرنا يعني واتبقى مننا شويه خضره، حطيناها للبط يعني. بس ما تزوديش خضره وكلام من ده في السن الصغير، علشان ما يحصلش اسهالات ولا كلام من ده. بس ماما بقى حطت لهم شويه كده زي ما انتم شايفين، وهم ما شاء الله بياكلوا. يعني طالما بياكلوا والدنيا تمام خلاص زي الفل يعني. بيبدا بقى البط ياكل ويشرب. خلطه النهارده عملنا الكركديه حلو جدا، اعمليه للفراخ عندك. فوائد الكركديه حلوه قوي. كمان فوائد حبة البركة وكمان الكركم حلو قوي. على فكرة ممكن برضو تاخدي حبة البركة تغلي كده، مثلا هتسخني رتل مية على النار، هتغلي المية، هتحطي فيها معلقة حبة البركة، هتغطي عليها، هتسيبيها اما تبرد خالص. وحبة تحطي للفرخ يشرب منه تمام، حبة تحطي على الاكل برضو تمام. مفيش مشكلة خالص. انا بدأت جهزت كل حاجة وظبطت كل حاجة ونظفت المكان اهوت. وبدأت ان انا ايه، اتأكد ان كل حاجة عندي في المكان تمام. وطبعا رجعت البط مكانه اهوت، وظبطت له الدنيا، ورجعت دفيت المكان تاني عليه. ده كان فيديو النهارده. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم. استنوني ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.